أول من دك حصون روما، أول من دخل الأندلس، أول حاكم أجنبي لمصر، أول من حاول الطيران. للأمازيغ حضارة ضاربة بالعمق، وأسماء غيرت مجرى التاريخ، وأخرى أثرت فيه وأثرته. سمعت ببعضهم، وآخرون ربما تتعرف إليهم للمرة الأولى. أعلام الأمازيغ. هانيبال، قائد عسكري حاصر روما ودك حصونها. يوغارتا، ملك أمازيغي عرض روما للبيع. سيبتيموس سيفيروس، إمبراطور روما 21. شيشانق، ملك مصر بين عامي 926 و 950 قبل الميلاد. أغسطينوس، قديس مسيحي وكاتب وفيلسوف. طارق بن زياد، القائد المسلم الذي فتح الأندلس. عباس بن فرناس، صاحب فكرة الطيران وأول من حاول تنفيذها. ابن بطوطة، أشهر المؤرخين والرحالة المسلمين. ابن رشد، أشهر علماء وفلاسفة الأندلس. ابن كثير، فقيه وعالم إسلامي أندلسي. ابن البيطار، طبيب وعالم أحياء مسلم. ابن منظور، صاحب كتاب لسان العرب. ابن طفيل، فيلسوف أندلسي وصاحب كتاب حي بن يقظان. عبد الكريم الخطابي، قائد ثورة الريف المغربية ضد الاستعمار الإسباني. العربي بن مهدي، أحد أعلام الثورة الجزائرية. مصطفى بن بلعيد، أحد قادة الثورة الجزائرية. اليمين زروال، الرئيس الجزائري الأسبق. كريم بنزيما، لاعب كرة القدم الفرنسي، وهو لاعب في فريق ريال مدريد حاليا. زين الدين زيدان، اللاعب والمدرب والرياضي الفرنسي المعروف. هل سمعت بشخصيات أمازيغية أخرى من قبل؟